يلا بينا نعمل شوية سمك كده مع حبة رز صيادية، بتنجان والفلفل الحامي وحبة سلطة. واللهم بارك، هو ده كان غدانا النهاردة. حيرة كل يوم فنزلنا السوق، ماشي ايه اللي موجود، ايه المتاح بالنسبة لنا، او ايه اللي سعره كان حلو بالنسبة لك، فبتختاري اللي يناسبك. فاحنا الصراحة كمان انا بالذات يعني خصوصا اني انا قطة بحب اكل السمك، فانا بضعف جدا قدام اي سمك. فلقيته في السوق سمك الميرة، ده سمك بحر حلو قوي ولحمه ابيض من جوه، وهوريه لكم في اخر الفيديو هتشوفوه. عملنا ايه؟ شطفناه كويس وحطينا عليه ملح وفلفل وشطه وكمون وسيبته شويه، وبعديها بدأت اعمله بالدقيق، وبسيبه شوية يشرب الدقيق بتاعه عشان لما احطه في الزيت يا بنات ما يتحرقش الزيت مننا ويغمق لون السمكية نفسها. الغلاف من بره هيغمق معاكي لما يبقى الزيت غامق. فهنا بقى بقلي الاول البتنجان والفلفل واظبط دنيتي واعمل الرز، يكون السمك اخد حياءه، وكمان بدرته بالدقيق وسبته شوية. على ما بتعملي ده كله بتقليه وبيطلع زي العسل كده زي ما انتوا شايفين. وجبة سهلة وسريعة وما خدتش معانا ساعة زمن. مين بقى شاطرة زي كده وبتعمل 3 4 حاجات في وقت واحد؟ حاطة عين عليها البتنجان والعين التانية عليها رز، عبال ما خلصت وقليت السمك اتغدينا على طول. شايفين بقى جمال السمكة ولحمها الأبيض؟ بصوا، لحمها زي العسل. سمك البحر عامة حلو جدا، وخصوصا لما بيبقى طازة، وهي فعلا كانت طازة. بصوا حتى القشرة مش لازقة فيها ولا أي حاجة، بتتشال بكل سهولة. عشان تعرفي تشتري سمك حلو تتأكدي ان هو طازة، بتبقى بصي عينيها بتلاقيها زي الازاز كده وبتلمع وبتبقى حلوة، وفي نفس الوقت الخياشيم بتاعتها بتبقى طازة، الأحمر بتاعها خفيف مش وحش. فدي بتتأكدي كده انها طازة. اتمنى طبعا ان الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.